السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أبطال، أهلا بكم معانا في فيديو جديد على قناتنا وقناتكم أبطال وبطولات. لو حضرتك أول مرة تشوفنا إن شاء الله يا ريت حضرتك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة، وإن شاء الله هتلاقي كل حاجة جديدة ومفيدة وحاجة محترمة تليق بيك. فيديو النهاردة هو جه متأخر شوية، المفروض كنت عملته الصبح بس ظروف شغلي وحياتي اتأخرت فيه شوية. إن شاء الله فيديو النهاردة أو فيديو دلوقتي هنتكلم عن مباراة امبارح، المباراة الريمونتادية الماراثونية اللي كانت ما بين الزمالك والأهرام أو بيراميدز. يعني أنا بحب أسميها الأهرام لأن أنا شايف إن الفريق ده فريق فيك، يعني فيك تيم، يعني فريق كده معمول كدنسة، معمول عشان خاطر ضد الأهلي والزمالك. هو كل مهمته إن عايز يجيب أي بطولة أي نجوم، فبيلم لعيب من هنا على لعيب من هنا على لعيب من هنا عشان يعمل فرقة بدون جماهير، بدون تاريخ، بدون بطولات، بدون اي 30 لازمه. فريق عايز يعمل اسم بدون اسم. انا في رايي الشخصي، لما يكون في فريق معمول قايم باحترام وتقدير زي زد مثلا وفيوتشر، دول الفريق انا اقبله شويه، لان فريق معمول عشان يبقى كيان ويبقى فريق كوره. يعني حتى في مشكله فتوح زد ده كان هنسحب علشان خاطر ما حدش يقول ان زد هو اللي كان بيتفاوض مع اللاعب وهو اللي شجعه انه يعمل كده. طبعا دي حاجه محترمه. الزمالك قال لك انا هبيع فتوح، والاهلي لو عايزه يجي يكلمني عن طريق قنوات الاتصال الفعليه والشرعيه وانا اديله اللعيب. وده برده الاهلي برده قال كده، قال لو انا هشتري فتوح هشتري من الزمالك، مش هشتري اللاعب فري، عشان ما يقولش ما يشجعش اللعيبه ان هي تسيب نواديها. طبعا دي افكار محترمه، لكن بيراميدز ممكن ياخد اي لعيب من اي حته، المهم يدفع له اي مبلغ، المهم ياخد اللعيب زي ما عملوا مع رمضان صبحي وعملوا مع فتحي وزي ما عملوا مع اكثر من لاعب. ما علينا. فماتش امبارح كان ماتش هات وخد، هدف هنا وهدف هنا، هجمه هنا وهجمه هنا، جون ضايع. ما كانش هجمات امبارح، امبارح كان ماتش اهداف ضائعه بالجمله. يعني فاستون موليني اللاعب بتاع المهاجم الجديد بتاع بيراميدز ضيع اهداف ما تضيعش، بعرضيات وانفرادات وحاجات كده. مصطفى فتحي لوحده خد كورتين وضيعهم، بعد كده جاب جون، وبعد كده ضيع ضربه الجزاء اللي خسرت الفريق. يعني هو كان نجوم المباراه امبارح في رايي مصطفى فتحي اهم يعني اللاعبين. كان مصطفى فتحي جاب جون وضيع انفرادين وضيع ضربه الجزاء الاخيره. عواد شال 3 اجوان وكان سيء جدا في المباراه، ومع ذلك عدل نفسه في ضربات الجزاء، واحنا عارفين عواد وتميز ضربات الجزاء، صد اخر كورتين وكسب الزمالك يعني بمجموع اهداف 4-3. ماتش كنت انا حتى كاتب في العنوان بتاع الحلقه، الزمالك والاهرام مباراه ماراثونيه يعني تلقى باهتمام الزمهلاويه. الزمهلاويه فاكرين، لو في حد فاكر فيلم الزمهلاويه اللي كان بتاع عايز تبعوف وصلاح عبد الله، اهلي وزمالك، هما كده الزمهلاويه، زملكاويه واهلاويه، كانوا الاثنين. مصر كلها كانت بتتفرج على ماتش امبارح لاهتمامات مختلفه وتوقعات مختلفه وامال مختلفه. يعني انا واحد من الناس كنت قلت في الفيديو بتاع امبارح قبل المباراه، اتوقع الزمالك يخسر، بس اتمنى الزمالك اللي يكسب. يعني اتوقع ان بيراميدز يكسب، سكواد وفريق وترتيب ومدرب وكيان وفلوس ومليارات ودولارات، بيراميدز يخلص. ومع ذلك الزمالك لعب بمباراه جامده جدا، وقلت اتمنى ان الزمالك يكسب، وفعلا الحمد لله تمنياتي ان الزمالك يكسب لسببين. اولا المباراه الديربي الحقيقيه اللي تستاهل تبقى نهائي كاس مصر اهلي وزمالك، مش اهلي وبيراميدز. تاريخيا واحترافيا وتسويقيا اهلي وزمالك. فوق ده كله ان نادي بيراميدز اصلا نادي انا شايف ان هو نادي ما يستاهلش انه ياخد بطولات. يعني حتى بيلعب السنه في دوري الابطال، بس اتوقع ان شاء الله ان هو يطلع. يعني انا مش ضد حد، بس هو انا شايف انه فريق فيك، يعني فريق معمول اصلا عشان حرق الدم، وان هو يلم لعيبه ويعمل نوش بالبلدي كده زي ما بيقولوا. او بيراميدز النهارده وبكره ممكن يقول لك ايه، احنا ما بنلاقيش استثماراتنا في مصر وهنسحب فرقتنا ونسحب استثمارات. ايه اللي عملتها؟ زي السنه اللي فاتت برضه ما كان في الاستثمارات، هو بينكش عشان خاطر يعمل نفسه كيان ويعمل نفسه اهميه. ما علينا. مباراه ماراثونيه امتدت ل 120 دقيقه، 6 اهداف يعني اجوان، بخلاف قدهم مرتين فرص ضيعه من هنا ومن هنا. مع اني اعيب على الزمالك انه كان بطيء جدا الشوط الاول والثاني، يعني الشوطين الثالث والرابع لعبوا كوره، لكن الشوط الاولاني والثاني الزمالك كان بين الكوره ببطء شديد، على عكس بيراميدز كان ياخد الكوره بين المرتده في ثواني، تلاقي مصطفى فتحي وفيستون موليني في نص ملعب الزمالك، على عكس الزمالك بيقعد يحضر كتير قوي
ويمشي كوره كتير قوي ببطء، فده كان من اسباب ان الكوره اصلا بتضيع منه، او بيلحق اللعيبه بيراميدز يرجعوا يعملوا تكتلات دفاعيه ويقفلوا ورا. طبعا جون الزمالك الثاني او جون الاول للزمالك اللي هو الثاني في المباراه جه انقذ الفريق، وبعد كده طبعا دخلوا في وقت اضافي والشوطين واربع اهداف في الوقت الاضافي. طبعا ده كانت حفله اهداف 3-3. الماتش ده بيفكرني ماتش 4-3 اهلي وزمالك اللي كان فيه اسامه حسني جاب الثالث والرابع، كان برضو الزمالك يهدف، كان عمرو زكي، وبعد كده متعب، وبعد كده الله اكبر، بعد كده شيكابالا، وبعد كده تريكا، وبعد كده جمال حمزه، وبعد كده اسامه حسني، وبعد كده اسامه حسني جاب الرابع، ثالث ورابع ورا بعض. نفس الفكره برضو، ده هدف وهدف هدف 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 هدف. بس الفرق بقى ان الماتش امبارح كان الجمهور اتجاه واحد وانتهى بضربات جزاء. كان الماتش اللي فات اهلي والزمالك جمهور كبير جدا وانتهى ان الاهلي حسم الماتش في الوقت الثالث والرابع او الشوطين الثالث والرابع. مقصود الكلام الماتش امبارح كان جامد جدا. مفيش حد يقول ما استمتعش بالكوره، مفيش حد بيقول ما شافش كوره كويسه، لان الفرقتين لعبوا كوره امبارح، والجرينتا والحماس في الملعب من الفرقتين كانت هي دي مفتاح سر الفوز. اللعيبه اللي بتلعب، حتى سامسون اكينولا نزل جاب جول، انا استغربت لها بصراحه ان اللعيب ده عمل حاجه بعد ما شاء الله يعني، ما قعد 100 سنه اصلا قاعد على التيك توك وقاعد بيعمل فيديوهات وبقى تخن قد كده، بس جاب جول، ودي الحسنه الوحيده اللي عملها في حياته يعني. مقصود الكلام الاهلي والزمالك ان شاء الله يلتقوا في نهائي الكاس في شهر مارس 11/3 ان شاء الله السنه الجديده باذن الله تعالى. هيكون ماتش كويس، هيكون في الزمالك حل مشكله البنوك ورفع الحجوزات على البنوك، يعني ان شاء الله في يناير هيقدر يعمل صفقات ويطلع ارصدته ويبتدي يشتري صفقات ويظبط دنيته ويسدد فلوس من اللي عليه. ان شاء الله هنشوف الزمالك بسكوادات جديده، فرق شكل جديد، مدرب جديد، احتمال كبير ان معتمد جمال يكمل لغايه يناير، في كلام انه لغايه يناير، وبعد كده هيجيبوا مدرب، في حسام حسن مطروح، في شوقي غريب مطروح كمدرب مصري. طبعا موسيماني في كلام النهارده ان الوحده الاماراتي خلص مع موسيماني، فموسيماني بعد، وفي كلام تاني ان في مدرب تاني ممكن يجي اجنبي، لسه الدنيا ما اتاكدتش، بس اي جديد هنعرفه هنبلغكم بيه على قناتنا وقناتكم طبعا ابطال وبطولات. وتاني لو حضرتك مش مشترك معانا اشترك وفعل زر الجرس، ولو حضرتك مشترك معانا تابعنا، ويا ريت تنشروا فيديوهاتنا شير وكومنت، وان شاء الله دايما معاكم على كل خير. التوقعات امبارح 90% من الاهلاويه كانوا بيتوقعوا ان بيراميدز يكسب، بس يتمنوا نفس اللي انا تمنيته للزمالك، تاريخ واسم مباراه نهائيه للكاس تستاهل اهلي وزمالك. كان معاكم احمد زيكو على قناتنا وقناتكم ابطال وبطولات، وان شاء الله نشوفكم دايما، وفي فيديو تاني وشورت هينزل كمان شويه، تابعونا وان شاء الله كل جديد عندكم. السلام عليكم.